أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلتنا في عقولنا. النهاردة بنفتح ملف يمكن حساس شوية. بنتكلم عن سجون، بس سجون غريبة قوي، ملهاش لا حيطان ولا أضبان. دي سجون بنبنيها بنفسنا جوه أفكارنا. هو ده موضوعنا، سجن الأفكار السلبية. بالظبط. كلنا عارفين الصوت اللي جوانا ده، اللي ساعات كده يفضل يزن ويقول أنا فاشل، أنا مستاهلش، خصوصا يعني لما نمر بموقف صعب أو حد يقول كلمة تجرحنا. إزاي بنصدق الصوت ده؟ والفكرة اللي بتطرحها المصادر هنا واللي لافتة فعلا إن الموضوع ده مش حالة نادرة، لأ، دي تجربة يعني منتشرة جدا. ناس كتير بتلاقي نفسها متكتفة، مش بظروف خارجية، لأ، بأفكارها هي. كأن الفكرة السلبية دي بتعمل زي طريق متعبد في المخ، وكل ما نكرره الطريق ده بيقوى. والمادة اللي بنراجعها النهاردة بتقدم أمثلة واقعية جدا، يعني بنشوفها حوالينا. زي مثلا طالب كان شاطر ومستواه نازل حبة، فحد من أهله قال له كلمة زي أنت كده ضيعت مستقبلك، خلاص. الكلمة دي لزقت في دماغه وبقى فعلا شايف نفسه كده. مين هيرضى بيا؟ صحيح. أو الشاب اللي كل ما يقدم على وظيفة يترفض، فيبدأ يحس إن المشكلة فيه هو، وإن قيمته قليلة قوي. النقطة الأساسية هنا زي ما المصادر بتوضح مش الموقف نفسه، لا طبعا. لأ، هي طريقة التفكير اللي حولت الموقف ده لسجن حقيقي. وهنا بقى تبتدي الخطورة تظهر. المصادر بتنبه جامد للنقطة دي. لما بنستسلم للتفكير ده، أثاره بتبقى واضحة وصعبة. أول حاجة، نظرتنا لنفسنا بتتشوه تماماً. تماماً. تاني حاجة، ويمكن دي أخطرهم، بنبقى خايفين نجرب تاني، بنبقى متوقعين الفشل أصلاً. فبيحصل نوع من الجمود، خلاص بنقف مكاننا. وده بيأثر على صحتنا كمان، مش بس نفسيتنا. أكيد. المصادر بتربط ده بشكل مباشر بالصحة النفسية والجسدية. قلق بقى، توتر مستمر، ممكن توصل لاكتئاب حقيقي. الأفكار دي بتقفل أي باب للتقدم في الحياة حرفياً. طيب ده السجن، فين المفتاح؟ إزاي نخرج؟ المصادر بتقول إن في خطوات. أول خطوة، ويمكن دي أهمهم فعلاً، هي إننا نغير الكلام اللي بنقوله لنفسنا، الحوار الداخلي ده. يعني بدل ما أقول أنا فشلت، ممكن أقول أنا اتعلمت من الموقف ده. المصادر بتلمح لمبدأ نفسي مهم، إحنا بنبقى نسخة من الكلام اللي بنردده لنفسنا باستمرار. صحيح. ده مش مجرد كلام في الهوا، دي برمجة فعلاً. بالظبط. وإلى جانب الحل النفسي ده، المصادر بتضيف بعد تاني مهم جدا، هو البعد الروحاني. أولاً، إننا نركز على قيمتنا الحقيقية في نظر ربنا مش في نظر الناس. وفي استشهاد جميل بالآية الكريمة: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني ربنا كرمنا أصلاً. تمام. فإزاي الإنسان يشوف نفسه أقل من كده؟ دي نقطة. النقطة التانية هي حسن الظن بالله. الحديث القدسي واضح: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يعني توقع الخير تلاقيه. ده بيغير المنظور تماماً. العظماء هي اللي بتقوم تاني بعد كل وقعة. يعني خلاصة الكلام اللي بنستعرضه النهاردة، الصعوبات دي جزء من الحياة، طبيعي نتأثر بيها، لكن قدرتنا على إننا نكمل ونتخطاها دي مرتبطة أساساً بإزاي بنفكر وبنتحكم في أفكارنا دي. رسالة واضحة قوي، افتح باب السجن ده واطلع منه. فعلا. وكل واحد فينا يستاهل يعيش حياة أحسن من كده بكتير. وده بيخلينا نفكر في سؤال مهم: هل مجرد إننا ندرك إن في حاجة اسمها سجن فكري ونفهم بيشتغل إزاي زي ما المصادر شرحت، هل ده لوحده كفاية كخطوة أولى للتحرر؟ يعني إزاي الوعي ده ممكن يغير تعاملنا كل يوم مع الأفكار اللي بتيجي في بالنا؟ سؤال للتفكير. سؤال مهم فعلاً. وفي رحلتنا الجاية المصادر هتاخدنا لملف تاني برضو ليه علاقة بالعقل وتفكيره. هنتكلم عن أسير الماضي، إزاي في ناس بتفضل عايشة أسيرة لذكريات قديمة، لقرارات ندمت عليها، وإزاي السجن ده بيخليهم مش شايفين الحاضر ولا قادرين يخططوا للمستقبل. وده موضوع خطير برضو، المصادر بتحذر منه. أكيد. بيقولوا إن سيطرة الماضي دي ممكن تخلي الحاضر ملوش أي طعم أو معنى. خليكم معانا عشان نكتشف أكتر.